مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي الفضاء المصرية في كل مكان. برحب بحضراتكم معانا في حلقة جديدة من برنامج تحيا مصر. النهاردة في حلقتنا هنتكلم مع حضراتكم عن التنمية والتخطيط العمراني، وطبعا تحقيق أقصى استفادة منه لخدمة المواطن المصري. بتسعدنا وبتنورنا بوجودها معانا ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة الدكتورة رندا جلال حسين، أستاذ ورئيس قسم بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتورة رندا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ما فيش طبعا مشروع ما بيتمش ليه دراسة وتخطيط ومراحل كبيرة جدا من الإعداد، وأعتقد أن دي المسؤولية والدور اللي بيقع عليكم، أن انتوا تقدروا تخرجوا أي مشروع بالمقاييس المثالية والمناسبة لخدمة المواطن. فخلينا كده نشرح مع حضرتك في البداية التخطيط العمراني عبارة عن ايه، وازاي نقدر نوصل منه للتنمية او نحقق منه اقصى استفادة للمواطن. طبعا هو عملية التخطيط ان انا بنظم او بخطط لمكان معين بالسكان اللي فيه. يعني كل اطراف العملية عبارة عن الانسان والمكان نفسه وخصائصه، ايه المشاكل اللي فيه، ايه المقومات اللي فيه، بالعملية الاقتصادية فرصة العمل اللي عنده ايه. في الاخر لو تخيلناه مثلث، هو انسان ومكان والاقتصاد. طب في الاخر هيبقى فيه العمران ده حالته كويسة طبقا للخصائص اللي فيه. فبالتالي ازاي اخطط للمكان ده في ضوء الموارد اللي موجودة فيها عشان يستفيد الإنسان ده في وقت معين طبقا للموارد اللي موجودة ببساطة شديدة. فبالتالي هو الهدف وهو الوسيلة. يعني أنا بخطط عشان هو يعيش حياة كويسة اللي هي جودة حياة، ويلاقي فرصة عمل، ويلاقي الخدمات بتاعته، ويلاقي الطرق والمواصلات اللي في المكان اللي هيعيش فيه. فبالتالي هو التارجت، هو الهدف وهو الوسيلة. لأن من غير مشاركته معانا ورضاه عن الخدمة أو إحساسه إن هو عايش حياة كريمة أو جودة حياة في مفيش تلوث، مفيش بيلاقي وحدة سكنية، بيلاقي فرصة عمل، هو برضو الوسيلة اللي بنستخدمها. لو هو ما عندوش إرادة مش هيعمل أو يبقى مستهدف التخطيط ده. هو مثلث متكامل زي ما حضرتك ذكرتي. طيب على أي أساس أو يعني إيه هي الأساسيات اللي بيتم مراعاتها في بداية أي مشروع أو تخطيط مشروع؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا بنخطط للإنسان. مستويات التخطيط كبيرة جدا، يعني ممكن أخطط للدولة كلها، يبقى دي بخطط للتنمية موجودة في الدولة. في الآخر هتبقى عشان تبقى ملموسة ومحسوسة تبقى تنمية عمرانية. حضرتك هتشوفيها مجسمة في صورة عمران. يعني مثلا في الحضارة المصرية القديمة احنا ما لقيناش عندهم الا الحاجات الاساسيه اللي سابوها بعد الحياه ما بعد الموت. فلقينا المعابد والجنائز والكلام ده كله. يبقى ده كان الهدف. العمران هنا او الحضاره اتسجلت في كيان. نفس الشيء في التخطيط. لو انا بخطط في الاخر انا عايزه الانسان هيبقى عنده فرصه عمل. يعني مثلا يبقى في مناطق صناعيه، يبقى في مناطق صيد، يبقى في مناطق زراعيه. دي اللي بتمثل اللاند يوز، اللي بيمثل فرصه عمل. المرافق كده. الاسكان، يعني هو لو في الريف هيبقى متوفر له اسكان ولا لا او كده. فبالتالي هو العمران ترجمه لكل الاحتياجات الاجتماعيه والخدمات، الاحتياجات الاقتصاديه، الاحتياجات البيئيه. ان انا لازم اكون عايش بياخد مياه نظيفه، في صرف صحي، فبالتالي ما فيش تلوث، حفاظ على الترع والمصارف ان هي ما تبقاش مصدر للتلوث، الجو ما يبقاش فيه ثاني اكسيد كربون، الترانسبورتيشن او النقل هيبقى ما فيهوش تلوث وعوادم سيارات. كل المنظومه دي بالاخر هي منظومه قطاعيه هتتمثل في تنميه مكان عشان الانسان يستفيد بيها. تمام. لو جينا نقول ان في زي ما حضرتك قلتي، واضح ان في معايير او مقاييس طبعا بدايه التخطيط، وبرضه حضرتك بتقولي اهم حاجه يكون المعايير دي مرتبطه بالمواطن، يكون البيئه مناسبه، يكون كل الاحتياجات الخاصه بيه تكون متوفره. يعني برضه خلينا نتكلم كده في البدايه، يعني على أي أساس بيتم الاهتمام بمنطقة دونا عن منطقة أخرى؟ طبعا هو بيبقى فيه مستويات للتخطيط. يعني مستوى الدولة زي ما مصر عملت 2030 واخدة كل أبعاد التنمية وبتتكلم فيها، دي مستوى خالص.
هيترجم ده لمجموعه من البرامج يعني والمشروعات. يبقى في خطه مبدئيه الاول زي خطوط عريضه، 20 رؤيه او 30. فيجن او رؤيه عامه، احنا عايزين نبقى نوصل لايه في كافه المجالات، بتترجم لمجموعه من المشروعات. طب بس بيتفرع منها بعد بيتفرع كده. هعملها فين؟ في اولويات بقى، في هنا اكثر احتياجا او كده، زي برنامج حياة كريمة، هو بياخد الخدمات والبنية الأساسية الأكثر احتياجا لبعض المناطق فيها تفاوت رهيب ما بينها وما بين مناطق تانية، فده إنسان وده إنسان، فعشان يعيش حياة كريمة، فعشان كده اتسمت حياة كريمة، إن هو يبقى عنده صرف صحي، إن هو المسكن بتاعه يبقى آمن، ما يبقاش مش شرط اوصل للعالميه فيه ان انا ستاندرد، لكن ما يبقاش ليه سقف، يبقى لازم يتعمل فيه اسقف، يبقى فيه وحده صحيه، يبقى فيه مركز شباب، يبقى فيه مكتب بريد. فبتتفاوت بقى على اساس ان انا في حاجه على مستوى الدوله اتقسمت على مجموعه من المحافظات، بتتقسم مين الاولى في الرعايه هنا، او اولى في التنميه العمرانيه، او اولى في الرعايه. ما هو في برنامج برضو اللي هو المعاشات للاولى بالرعايه الصحيه، الاولى بان هو اخذ معاش بمستوى الدخل نفسها. بتتعمل كل البرامج دي، بس في الاخر بتبتدي تتدرج لحد ما توصل للمواطن يحس بيها كمكان، كخدمه، كمعاش على مستوى، او فرصه عمل، ان هي تعمل حرف او صناعات يشتغل فيها قريب. اي برنامج حتى لو هو على مستوى الدوله او مستوى المحافظه او الاقليم، في الاخر هيصب على المواطن. بس فين المواطن ده احنا بنفضل نتتبعه. عشان كده لما بنعمل مشروع صغير هو في ظل برنامج، في ظل مشروع، في ظل رؤية على مستوى الدولة. تمام. فترة الإعداد أو الدراسة أو البحث، أو يعني نقدر نقول، يعني حضرتك بتقولي احنا بنبقى عايزين نعرف ايه هي المشاكل اللي بتواجههم، أو ايه هي مثلا الاحتياجات اللي لازم يتم مراعاتها، أو مثلا بيكون في أكيد في يعني مشاريع بتبدأ وفي نفس الوقت بيكون فيها جزء ترميم يعني أو مكملة لبعضها. فخلينا برضو نتكلم على مرحلة الإعداد والتجهيز لكل ده، وبياخد فترات قد إيه، وبياخد برضو مراجعة ودراسة شاملة علشان نتأكد طبعا من النتيجة النهائية، وهي تحقيق التنمية نفسها العمرانية. بصي حضرتك، هي التنمية العمرانية ليها جهات هي اللي بتقوم بيها، زي مثلا وزارة الإسكان متمثلة في هيئة تخطيط عمراني، هي بتعمل كل المستويات التخطيط، سواء تخطيط الدولة ورؤية 2030 أو غيرها، أو تخطيط محافظات، وبعدين تخطيط مراكز وقرى ومدن. فلما بنعمل الخطة دي أو المخطط العمراني أو المخطط الاستراتيجي لمحافظة أو كده، في الآخر بيترجم لمجموعة من المشروعات، وبيكون مش شغالاها لوحدنا، بيكون كل قطاعات الدولة متمثلة معانا كأطراف مجتمعية شغالة. يعني مثلا لو هخطط محافظة، يبقى مديرية الصحة والتعليم والثقافة وكل ده باحتياجاتهم، بمشاكلهم، بالإمكانيات اللي موجودة، بالفرص اللي موجودة، بالتهديد اللي موجود، بناخده في الاعتبار في حزم، وفي خبراء متخصصة، خبير اقتصاد، خبير دراسات سكانية واجتماعية، خبير بنية أساسية بكافة أنواعها. في الآخر بيتضفر ده كله باحتياجات وفرص بنعملها في صورة مشروعات، في ظل ان الدولة موجهة تنمية لأنهي مكان، في ظل برضو احنا في منظومة عالمية وبنحاكي العالم، ففي احتياج جاي من أسفل وفي رؤى على مستوى أعلى. التوازن ما بين الاحتياج اللي جاي من أسفل وما بين توجه الدولة دي بتتعمل الخطة. وبعدين يجي بقى دور كل قرية وكل مدينة هيتعمل فيها ايه، وتتعمل في خطة وتتوزع بعد كده على التنمية المحلية او ان هو المسؤولين عنها، مع وزارة المالية بتخصص مخصصات مالية للحاجة اللي تتعمل. اولوياتها بقى هو ده طبقا انهي الاكثر احتياجا او كده، بس الخطة موجودة. يعني حضرتك دلوقتي اي محافظة عايزة تعملي فيها مشروعات، في مخطط بيقول لك انهي مشروعات تتعمل. طب هتعملي فيها استثمار، يبقى وزارة الاستثمار هتقولي انا بقول لك في مشروعات استثماريه هنا، اعملي خطتك الاستثماريه على الموجود هنا. فبالتالي لو عايزه تحط خطه استثماريه لكافه المحافظات بالقرى اللي فيها، هتلاقي ان في مشروعات، فبقى سهل
ان انت تاخدي منظومه المشروعات دي تنفذيها. طيب لما نيجي نتكلم على مثال في ارض الواقع، يعني حضرتك ذكرتي من شويه حياه كريمه، ويمكن هو ده الاقرب وضوحا حتى ملموس ملموس للمجتمع. فخلينا برضو نشرح كده لو جينا نطبق الكلام اللي حضرتك ذكرتيه على مشروع من المشروعات اللي برضو بتراعي التنميه والتخطيط من اجل حياه كريمه. هو من اسمها ان الانسان يعيش حياه كريمه ليه، يعني جو نظيف، يعيش في سكن ملائم بسيط، حتى لو هو مش على درجة عالية من مش لازم يبقى هاي تكنولوجي أو لا، حياة يعيش فيها أدمية للإنسان. ودي مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة عموما، اللي هي القضاء على الفقر وجودة الحياة من الأولويات. والأولويات. طب هيعيش حياة كريمة. حضرتك مثلا هناخد أي قرية اتعمل فيها، مثلا قرية في المنيا أو قرية في بني سويف أو قرية في الفيوم مثلا، في برنامج حياة كريمة. هي القرية دي لها مخطط اتعمل. طب هم محتاجين ايه في الصرف الصحي؟ خلاص محطوطه مشروعات الصرف الصحي موجوده من البدايه وموجود فيها دراسات جدوى اوليه. ممكن تختلف، مثلا اتعمل من سنتين 3 الاسعار اتغيرت او حاجه، بيتعمل ابديت سريع وتخش القرى دي ان هي يتعمل فيها وحده صحيه او كده. ما بدأناش من الصفر، لان في مخططات معموله حتى لو هتتحدث بسرعه في اولوياتها. طيب مش بس قرية وقرية تانية ويتعمل فيها نفس الحكاية، لا، في ان القرية دي هي اللي تعمل فيها الوحدة، القرية دي هي تعمل، لان في مخططات اتعملت قبل كده ليها ومحدثة. وحضرتك اتكلمتي على فترة الاعداد. احنا اي مخطط اول ما بيعدي عليه 5 سنين بنحدثه على طول. كويس. يعني ففي ده قايمه بيه هيئه التخطيط العمراني، ان كل 5 سنين بتعمل تحديث للمخطط، لان المتغيرات اتغيرت، عدد السكان اتغير. صحيح. بتشوف المشروعات اللي كانت معموله قبل كده تنفذ منها ايه وما تنفذش منها ايه. طب لما جت مبادره حياه كريمه غطت كم مشروع من المشروعات دي؟ عشان لو احنا بنحدث خلاص اللي خلص خلاص، واللي هنبتدي نعمل الجديد. فالبروسيس دايناميك شغاله على طول. لكن دلوقتي بعد حياة كريمة هتلاقي في رضا مجتمعي مثلا. يعني تبطين الترع اللي كان موجودة مش لقرية واحدة، ده لمجموعة للقرى. لو احنا حافظنا عليها، هنا بقى دور المنظمات المجتمع المدني والكلام ده كله، والوعي المجتمعي والجمعيات الأهلية، اللي احنا ما ندمرش حاجة حصلت للتنمية. عاش في شارع نظيف ابتدى يبقى مرصوف، في وحدة صحية، المسكن اتعمل معاه، اتمدت له مية نظيفة. ازاي احافظ على ده؟ فهي دي جاية فكرة التنمية المستدامة من كده، ان المجتمع يحافظ على اللي اتحقق ده ويستمر فيه في عملية التنمية. ودي مفهوم التنمية المستدامة بشكل بسيط جدا. ازاي احافظ على الحاجة دي لأجيال جاية أو للزمن قدام، ويبقى في فرصة عمل. ده هنا بقى بتخش وزارة التضامن، بتخش الاستثمار المحلي، الاقتصاد المحلي، الكلام ده كله بيتضافر مع بعضه. وده موجود في المخططات، لأن مخطط سبق بدي ان ضفرنا كل القطاعات التنميه تشتغل مع بعضها. زي ما قلت لحضرتك، الهدف والوسيله هو الانسان. كل الاحتياجات الخاصه بالمواطن في كل حاجه جدا. التنميه نفسها واضح كده من كلام حضرتك ان هي ليها اكتر من شق او ليها اكتر من نوع. في تنميه حضريه، وفي تنميه ريفيه، وغير طبعا ان هي ليها عده مراحل. فيا ريت برضه حضرتك تشرحي لنا كده. زي ما قلت لحضرتك، هو التجمع العمراني هو نتاج لاقتصاد واجتماع وبيئة ومورد موجود. في الآخر العمران طلع نتيجة للكلام ده كله. يعني مثلا حاجة بسيطة كده، على مستوى النيل والوادي والدلتا، ما كان كل التجمعات زي بعضها. اتبلور دور واحدة ان هي يبقى موقعها متوسط او حاجة، تبقى هي المدينة اللي تبقى السوق، تبقى كذا. طيب بقى سيستم العمران في مصر متركز على الوادي والدلتا، فبالتالي قعدنا فترة طويلة احنا على 5%، وصلت ل7% وهكذا. طب عايزين ننمي، فلازم يبقى في توجه على مستوى الدولة، اخرج للصحراء دي بس احافظ على البيئة والطبيعة اللي موجودة. زائد ان في مظلة عالمية بتقول لي لازم تحققي تنمية مستدامة، تبقي سمارت، تبقي في مدن ذكية عندك. فبالتالي عالمية. لازم اعمل
خريطة للتنمية الحضرية في الدولة، المدن الجديدة اللي عملناها علشان تحل مشاكل القائم. زائد مش كل المدن هتبقى بدرجة واحدة، في ناس عالميا عايزة مستوى معين عشان اجذبها تستثمر، فلازم عايزة اقتصاد معرفي، عايزة اقتصاد اخضر، فلازم اعمل له نقط لمدن حضرية تكون على مستوى العالم جذبا. فعشان كده بنقول ان في سياسه للتنميه الحضريه تقسم الحضر في مصر. حضر هيلعب دور عالمي، حضر هيلعب دور لخدمه الحضر القائم اللي هو فيه مشاكل، زي مثلا منيا، بني سويف، سوهاج او كذا. في منها ممكن يلعب عالمي وممكن يلعب دور اقليمي على مستوى المحافظه اللي فيه. وفي لا انا عايزه بس احل مشاكل الريف الحضر اللي موجوده من مناطق عشوائيه او اوفر لهم الخدمات. فالخريطه ليها مستويات، بلعب دور عالمي او لحد اللوك. طب هنمي الحضر لوحده يفضل يكبر وهو اللي يبقى فيه كل حاجه زي القاهره مثلا واسكندريه والباقي يبقى اقل، ولا الريف كمان واحنا مجتمع ريفي في الاساس يبقى فيه توازن عشان ما يبقاش فيه جاب ما بين الحضر والريف. يبقى فيه فقراء كتير وما عندهمش خدمات والحضر عشان كده لما يبقى فيه فقر وما فيش خدمات يجي على الحضر ويعمل عشوائيات. فالمشكله احلها من المنبع. يبقى لازم ايوه تكدس وزحام وطلب على السكن وطلب على الخدمه وطلب على فرص العمل، يبقى في الحضر بس لا، يبقى كده بموت الريف. لازم يبقى في تنميه ريفيه ماشيه متوازنه مع التنميه الحضريه. وكمان احل مشاكل الحضر لان هو بيجي لي يعمل لي ازمه عندي وتكدس عندي، فحل من المنبع من عنده. فهنا الدوله بتعمل الاثنين، حياه كريمه بيهتم مش حياه كريمه بس، ومشروعات تنمويه على مستوى القرى. وقريب هيئه تخطيط عمراني هتبتدي تعمل استراتيجيه موازيه للتنميه الحضريه، يبقى تنميه ريفيه. فبالتالي اعمل بالانس ما بين العمران اللي موجود في مصر كله. ممكن يعني هنوضح برضو او نقول بعض النماذج للتنميه الريفيه، ولكن اسمح لنا يا دكتوره رندا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم مشاهدينا، خليكم معانا. مكملين مع حضراتكم مشاهدينا. وقبل الفاصل طبعا كنت بسأل او دكتورة رندا كانت بتشرح لنا الفرق ما بين طبعا التنمية الحضرية والتنمية الريفية، والتخطيط بيختلف حسب الاحتياجات وحسب المشاكل الموجودة طبعا في المنطقة نفسها العمرانية. و
في برضو نماذج كتيرة جدا. لو جينا نتكلم على التنمية الريفية ممكن برضو نذكر منها للمشاهدين ونوضح برضو الصورة أكتر. بيتعمل تخطيط لمستوى القرى، لكل قرية بيتحدد لها الإطار المكاني اللي بتشتغل فيه، بيتحط فيها الخدمات والبنية الأساسية أو كده. بيتعمل لمجموعة القرى مع بعضها، يعني مثلا وحدة محلية قروية، قرية وقرى توابع، دي بيتعمل لها مخططات. ووصلنا كمان يبقى مركز إداري عبارة عن مدينة ومجموعة من الوحدات المحلية الريفية، بيتعمل تخطيط للمركز، لأن في مستوى من الخدمات القرية متاخدوش عندها نفسها، بيبقى في المدينة القريبة ليها اللي هي تبع المركز الإداري بتاعها. فبالتالي كل مستويات ده كلها تنمية للقرى وللريف وتنمية ريفية، يعني بنعمل اللي هي هتسند المدينة بعد كده. يعني بعض القرى بتقوم بدور مع المدينة، مثلا هتلاقي حضرتك مدينة كفر الدوار بالقرى اللي حواليها بتشتغل معاها، دمياط والقرى اللي حواليها شغالة معاها. لو الاحتياجات والخدمات والصناعة اللي موجودة في بعض القرى دي ما سندتش مدينة دمياط، فبالتالي هيحصل خلل. فلا، التنمية الريفية هنا هتبقى عمود مع التنمية الحضرية، الاتنين يتكاملوا عشان تحصل محصلة التنمية للاتنين. تمام. لو جينا برضو واحنا بنتكلم على مفهوم التخطيط، ممكن اي حد يبقى متخيل انه مرتبط اكتر ببداية اي مشروع، ولكن اوريدي في تخطيط خاص بمناطق يمكن بيحصل ليها تحديث او ترميم واعادة بناء او اهتمام ببعض المرافق فيها، فبرضو ده من ضمن التخطيط اللي اعتقد ليه عامل مهم جدا في التنمية. طبعا ده مستوى من مستويات التخطيط، اللي هي تخطيط مناطق معينه ذات قيمه، مثلا زي القاهره التاريخيه، زي القاهره الخديويه. اعاده احياء، حضرتك دلوقتي لما تمشي في القاهره الخديويه، احنا قعدنا احياء القاهره الخديويه. القاهره الفاطميه نفسها القديمة اللي هي عاصمة مصر في العصور الإسلامية أو كده. فبالتالي لما نقلنا للعاصمة الإدارية لازم أعيد إحياء العاصمة الحضارية والثقافية. فهي مناطق برضو لها سكان ساكنين فيها، ليهم احتياجات معينة. في دور مجتمعي ان احنا الجمعيات الاهليه او منظمات الدوله تبتدي تحسس الناس اللي عايشين في المكان ده الدور التاريخي للمنطقه، زائد عمرانيا بعيد تطوير واعاده احياء ده وتجديد وحفاظ وتجديد للهويه اللي كانت موجوده. ده حصل في الفسطاط، حصل في القاهره، حصل مثلا حتى حديقه الازهر كانت في فتره من فترات اكبر تجمع لقمامه القاهره. دلوقتي لما تتحول لحديقه ويصرف عليها الاغا خان لخدمه سكان مجتمع الدرب الاحمر والمناطق دي. ففي مشروعات بتوصل هي في الأجندة المصرية على مستوى الدولة ان اعادة احياء للقاهرة تترجم بقى لمجموعة مشروعات. هي التنمية عموما هي محصلة، احنا بنعمل تخطيط وتنمية، تتفك المجموعة من المشروعات، تتعمل بقى مشروعات كلها متفتتة على مستوى قرية ومدينة ومناطق ومحافظة ومركز. المحصلة في الآخر هي بتحقق التنمية. يعني بتتفك المجموعة من المشروعات لما تتم وتخلص، المحصلة تبقى هنا المكان حصل فيه تنمية. التنمية هنا شاملة كل حاجة، تنمية في القطاعات اقتصاد واجتماع وكده، والإنسان استفاد بيها. يعني في كل حاجة، سكن، خدمات، بنية أساسية، فرصة عمل. مؤخرا كان في المنتدى العالمي العمراني الحضاري، واعتقد انه هو كان برضو ليه تأثير كبير جدا، وبرضو حضرتك تشرحي لنا مدى أهمية المنتدى وطبعا المحاور اللي تم عرضها يعني الأهداف اللي كانت طبعا مرجوة من المنتدى العالمي. زي ما قلت حضرتك في الأول، احنا مش لوحدنا في العالم. زي ما تشوفي كاس العالم كده، الشباب بيبقوا كلنا مهتمين بيه. نفس الفكرة اللي هو المنتدى الحضري العالمي ده ال 12 في صورته ال 12 استضافته مصر، ودي كانت حاجة مشرفة جدا، لسه منتهي قريب مؤخرا. فبالتالي انت العالم كله جاي يتكلم على التنمية او التخطيط العمراني. التخطيط العمراني بقى يبقى قرية، يبقى مدينة، يبقى سياسة للدولة في التنمية الحضرية، من اول سياسة الدولة
يعني مثلا ماليزيا كانت بتعرض ازاي بتعمل تنمية حضارية، المملكة العربية السعودية، المغرب العربي، كل الدول العالم كله بتحكيه هنا، فبيعرضوا تجاربهم وانت بتعرضي. احنا على التراك معاهم يعني، حتى الطلبة. لسه اسال حضرتك يعني الاستفاده طبعا لمصر انت لما يكون في بتشوفي عرض العديد من النماذج في الدول. طبعا انت بتشوفي العالم بيفكر ازاي، زائد ان في مظله مغطيه ده كله هي اهداف التنميه المستدامه عموما يعني. فبالتالي كل دوله بتحاول تحقق اهداف التنميه المستدامه في خططها. فالعالم كله موجود في مصر، 183 دوله بتعرض تجاربها، حوالي 90 رئيس بلده او مدينه في دول العالم جاي بيعرض البروتوكولات اللي معموله. في بيتكلم على المدن الذكيه، وفي بيتكلم على الروابط ما بين القرى والحضر عملوا ايه. في بيتكلم على سياسه ازاي نمى المدن الجديده عنده او المدن الذكيه، سواء هي قائمه وحولها لذكيه. في بيتكلم على المجتمع نفسه. فبالتالي كل ده هتستفيد مصر، زائد مشاركه اللي بيشتغلوا في يعني احنا بنشوف العالم بيعمل ايه واحنا بنعمل ايه. الطلاب حضروا كتنظيم وكذا، استفادوا وحسوا ان هم مش بعيد عن التعليم التخطيط والعمران على مستوى العالم. كويس. فدي كان اكيد في محاور رئيسيه، كان محاور زي ما قلت لحضرتك: التنميه الحضاريه، المدن الذكيه، الوصل ما بين الريف والحضر، المجتمع المدني ودوره، البنيه الاساسيه ازاي نتعامل، ازاي نعمل تنميه مستدامه، التغير المناخي وتاثيره على عمليه التخطيط عملوا ايه. يعني التجربه الفرنسيه عرضوا ان هم ابتدوا يعملوا طوب او مباني بشكل يرجعوا بقى للطوب اللي ما فيهوش نسبة ثاني أكسيد الكربون قليل، الخشب، وابتدوا يستخدموه وطبقوه في السنغال واتطبق في ألمانيا واتطبق في فرنسا، وهيعرضوه في مؤتمر المناخ اللي جاي. فبالتالي انتوا شفتي العالم بيعمل ايه، عايز بيئة نظيفة ازاي. طب لو انا ما عنديش ده، طب القائم ابتدى يحسنه ازاي. كل ده في الاخر ازاي اكسب فند عالمي. لا يعني مثلا في قمه المناخ، لو انا عندي خريطه وهعمل ايه الاولويات مهمه لمصر ومهمه لافريقيا. لو انت هتطالبي بتعويض لبعض حاجات حصلت، طب انت عندك مشروع يحاكي ده. طب انا ما اقدمش واقول انا عايزه فند الا لما يكون انا عندي خطه. فبالتالي مصر مستفيده وافريقيا من الكلام ده، ان احنا لما نقدم لمؤتمر المناخ ان احنا عايزين استعاضه لبعض التغيرات المناخيه اللي حصلت نتيجه جور ان احنا جورنا على موارد اللي موجوده او كده في صناعات تقيله وكده للدول الكبرى. فبالتالي احنا محتاجين لازم اكون انا على طاوله هذه المفاوضات عندي خطه عشان ابتدي اطلب تتعمل فين. هل خريطه الخطه اللي حضرتك شرحتيها دلوقتي، يعني قبل ما ننهي لقائنا، خريطه الخطه نفسها ممكن يحصل فيها تعديل بعد المشاركه مع نماذج بعد الاستفاده الدول يعني العالمية؟ مصر اطلقت السياسه التنميه الحضريه وفي اطلس المدن الخالصه او كده، مش معناها ان هي نهايه، ده من تاني يوم هيبتدي اي تغير جديد هتتعدل طبقا لمتطلبات او كده. فلازم أكون أنا موجودة على مستوى العالم. كل الشكر والتقدير لحضرتك، والحقيقة مجهود كبير جدا، لأن كل صغيرة وكبيرة طبعا في التخطيط بيتم الاهتمام بيها ومراعاتها من أجل خدمة المواطن. الأستاذة الدكتورة رندا جلال حسين، أستاذ ورئيس قسم بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، أنا بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا. شكرا لحضرتك، وبشكر كل مشاهدينا على المشاهدة، وانتظرونا إن شاء الله في حلقة أخرى جديدة وموضوع آخر جديد وبرنامجكم تحيا مصر.